بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا هنعمل النهاردة احلى غدا او احلى سندوتشات بطبق القوانص اللي معانا ديت، وان شاء الله يوم ويعدي وهيبقى الاكل زي الفل. الطريقة سهلة وبسيطة. هنغسل القوانص كويس قوي بالليمون والخل، وهنقطعها مكعبات كده زي ما احنا شايفينها. وهنجهز معانا حبايتين طماطم متوسطين، وهنقطعهم برضو مكعبات. وهنجهز معانا بصلتين او 3 كبار، هنضربهم في الكبة وننعمهم على قد ما نقدر. وحبيتين فلفل حامي او بارد، حسب ما بتحبهم في الاكل. هنجهز بقى الحلة بتاعتنا على النار، فيها معلقتين زيت متوسطين، لان القوانص بيبقى فيها دهون، فالدهون ديت برضو هتساعد في تسوية الخضار اللي معانا. هنضيف البصل، ومش هندبله ولا هنخليه يتحمر معانا، لا هو يدوبك هنضيف عليه بقية الخضروات زي ما احنا شايفين كده، الفلفل والطماطم، لان احنا عاوزين المية اللي في الخضار عشان هنسوي بيها القوانص اللي احنا هنضيفها على المكونات. ممكن نضيف نص كوباية مية، وممكن نستغنى عنها لو الخضار هيسوي القوانص اللي موجودة معانا. هنقلب الخضار في بعضه كده، وبعد كده هنضيف عليهم القوانص، يا دوبك تشويحتين 3 كده للخضار. زي ما قلنا مش هنحمره ولا حاجة، لان احنا عايزين المية اللي موجودة فيه. بعد كده يا حبايبي هنقلب برضو القوانص وهي الخضار بتاعنا عشان يتشرب من بعضه كده. بعد كده بقى هنضيف البهارات او التوابل بتاعتنا على المكونات، القوانص والفلفل والبصل والطماطم. بنضيف البهارات اللي انت عاوزاها، فلفل اسمر، كمون، والملح بنضيفه من الأول عشان القوانص تاخد الحدق بتاعها. لأنها مش هتاخد سوية كتير معانا. طبعا احنا عارفين ان القوانص دي بتبقى بتاعت فراخ بيضة، فما بتاخدش سوية كتير معانا. بعد كده بنقلب بقى كل المكونات مع بعضها، وبنسيبهم على النار حوالي ربع ساعة أو 10 دقايق بالكتير، بتبقى استوت معانا. هنغطي عليها وهنسيبها كده حوالي ربع ساعة. ما شاء الله الخضار كله دبل واستوى ودخل في التسوية هوت ويا القوانص. لما بنلاقي ان خلاص الدهون بتاعت القوانص موجودة في الحلة وباينة كده، خلاص بنبقى متأكدين ان هي استوت. من غير ما نعجن ولا نخبز بقى، احنا بنجيب العيش الشامي بتاعنا دهوت، وبنخلي الوش اللي متحمر هو اللي هنحط عليه الحشو بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا على قد افراد العيلة بتاعتنا هتقسمي بقى عدد السندوتشات اللي انتي هتعمليها، وهتجهزي على عدد افراد عيلتك، واحلى سندوتشات هتقدمها لهم. الحقيقة ان السندوتشات بالطريقة دي بيبقى طعمها حلو قوي، والاولاد بيحبوها ومش بيبطلوا ان هم يطلبوها. بنحشي السندوتش بتاعنا زي ما احنا شفناه كده يا حبايبي على نص الرغيف، وبنتني عليه النص التاني، وهنقسمه نصين. وعلى طاسة بقى على النار فيها معلقتين زيت كبار، وهنبتدي نحمر السندوتشات بتاعتنا. والله الطريقة دي جميلة خالص والأولاد بيحبوها. سندوتشات الكبدة أو سندوتشات القوانص بالشكل ده دايما بتعجبهم في الأكل. وجربيها وإن شاء الله الطريقة تعجبكم بإذن الله. بنحمر الرغيف من الجهتين.
اهوتي حبايبي السندوتشات بعد ما جهزت معانا، بسم الله ما شاء الله، طعمها جميل وهتعجبكم بإذن الله. والله تحمير العيش بالحشو اللي فيه بيدي للسندوتش طعم حلو قوي. اتمنى ان الطريقة تعجبكم، وان الفيديو يكون نال اعجابكم، واحب اعرف تعليقاتكم على القناة، وما تنسوش الاشتراك حبايبي. واحلى سندوتشات واحلى غدا بطبق قوانص تعمليه في بيتك لولادك، وبألف صحة وعافية يا رب.